السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد مع قناة العود البتار باطل الأباطيل. وكما كتشوفوا معايا عياشي وأفتخر. ها هو العياشي الحقيقي الذي كيفتخر بالبلاد ديالو من طبيعة الحال. علاش؟ لأن هذيك الراية ملي كيعلقها كيشوف انه كيخلص واحد الضريبه فعلا وكيضرب ثمنها هنا الى اخره، وكل اسبوع كيخلص الضريبه. هنا راه انا العيان المطحطح كنخلص واحد 400 500 دولار ديال الضريبه اسبوعيا كنخلصها، ومساله عاديه وما عنديش مشكله، لانه ما كيقطعوا لك حل حساب ما كتدخل. انا المسخسخ العيان اللي ما في يدي والو، تخيلوا كنخلص 15,000 دولار في العام اللي كيردوا ليا، كيبقاو داو ليا 15. ما علينا، ملي كيديوها لك كتقدر تشري طوموبيل زوينه، كتقدر تعيش عيشه كرامه. شوف الطريق اللي غادي فيها كتخلف فيها كديره، يعني الضريبه ديالك ملي كتخلصها كتمشى فوقها. شوف النظام والانتظام وداك الشيء الى اخره، ما كتلقى لا حفره لا جوج ما نعرف. يعني حتى ملي كتهز الرايه ديال امريكا وانت كمواطن راه فعلا كتفتخر بالبلاد ديالك. هنا عندك شي مسخوط الوالدين يقول لك وها انتم كتكرهوا المغرب ديالكم، وها انتم معجبون بالبحر بالشرق بالغرب ما نعرف. القصه ماشي هكاك اخويا، فهمتي؟ القصه ماشي هكاك. راه والدينا ملي خلقنا حنا لقينا واحد الطرقان ديال فرنسا مثلا، طرقان شانطيات على حساب دوك الطوموبيلات والكاميوات اللي كانوا في ذاك الوقت، ما عراضينش بزاف وما كبارينش بزاف، صوبوا لهم واحد الطرقان. وهذوك الطرقان فرنسا خرجات وخلاتهم كيفاش ولات الحاله ديالهم. ها الحاله ديالهم كيفاش ولات، شوفوها كدايره. هاد الطريق اللي كتشوفوها راه خلاتها فرنسا طريق نيت كيدوزو منها الكاميوات والطوموبيلات الى اخره. ولكن بقات كتفرتت وتهدم وتفرتت وتفرشش. وصحيح راه بلاندي، شوف الطريق في عمرها 80 عام وشوف باقا كتفرتت طرف بطرف وباقا صابره. راه نشوفوا الطريق اللي عدلوها او اللي صوبوها وليدات فرنسا، أبناء السفاح الفرنساوي وأبناء وأحفاد الليوطي، عملاء الاستعمار اللي شدوا الاستغلال ديال المغرب. فين الطريق اللي صوبوه؟ واحد النموذج. هي كتصوب الطريق وكتخرج لها ميزانية بالملاير، وفي الاخر كامله كتفلقط وكتعوج وتطلع وداك الشيء ما كارمش. ها هو الصورة خير من التعبير ومن التحليل ومن الشعر. ما تصور كما كتشوفهم، هذوما الطرقان اللي كيصوبوهم الشركات ديال ابناء السفاح الفرنساوي، ابناء الاستعمار اللي شدوا الاستغلال. بينما طريق فرنسا باقا لحد الان كتكافح وكتجاهد وكيدوزوا من فوق الرمايك والكراول والروينه الى اخره. علاش عباد الله؟ حتى الطريق اللي خلاتها فرنسا ما قدرناش نحافظوا عليها ونرموها ونصوبوها ونقادوها. شفتوا على كارثه كنعيشوا. اذا هنا ماشي كنعيروا في البلاد ديالنا، البلاد ديالنا كنحبوها وكنموتوا عليها، بلادنا كنموتوا عليها وكنبغيوها، ولكن ما تربطوش المسؤول والوزير وفوق الوزير وتحت الوزير ومرات الوزير بالوطن. دابا ملي كنت كتعير بنت وزير دايره الصاك بالثمن ديالو 15 مليون ودايره مكانه بالثمن ديالها 60 مليون مثلا، بنت اخناشون مثلا اللي داير لك اكبر مول في افريقيا. دابا هذاك واش ملي تنتقص منه او لا تنتقدو كتسمى راك ما كتبغيش المغرب. جاب الوزير والخفير والجنرال والامير للبلاد. البلاد راه بلاد والوطن راه وطن، ولا علاقه له بالعصابه المتحكمه. هادشي غير الشيء بالشيء يذكر. فكما كنقول لكم، شوفوا الناس ملي كيديروا الرايه ديالهم وكيفرفروا بها راه فعلا فرحانين بالبلاد ديالهم وكيحترموها، لانها كتوفر لهم العيش الكريم والبنيه التحتيه والسبيطارات والمستشفيات الى اخره. تعيط على الشرطه فرنسيه تعين تجي الى اخره، لابيلانس تعيط ليها تجي كتجي، ولكن كتخلص. كيجيك واحد البير واحد الورقه فيها 10,000 درهم ولا 15,000 درهم كتخلصها ملي كتعيط على لابيلانس وتجي ويط ويط ويط. المهم راه كتجيك. هنا كلشي بالفلوس، كلشي شركات ديال الخواص. ولكن راه عندك مناش كتخلص، عندك مناش كتخلص، ماشي ما عندكش مقحط. هذا هو الفرق. بين في المغرب الشقيق شنو عندك؟ شنو عطاتك هاد الرايه؟ اصلا الرايه ديالنا المغرب كنشكوا فيها. اصلا اللي رسمها راه هو داك بن غربيل، ياك بن غربيل المغربي اللي تولد في التلمسان، والتلمسان راه كامله كانت تابعه للمغرب بين قوسين، المغرب العريق المغرب العظيم اللي شوف
شو المغرب ملي كان مغرب كيفاش كيكتبوا علينا في الدول الغربيه في الكتوبه ديالهم امبير شريفيان، الامبراطوريه الشريفه، هذيك الشريفه بين قوسين، ولكن كانوا كيعترفوا بنا ان امبراطوريه تحكم من جنوب فرنسا الى صحاري السنغال وتشاد وموريتانيا ومالي وساحل العاج ودورجيه السودان والنصف منطقه الجزائر. دابا الجزائريين كيتعصبوا ملي كيسمعوا الهضره، ولكن كنبغيو نقول لكم راه حنا السكان المغرب والجزائر راه حنا مله وحده، دين واحد، قران واحد، قبله وحده، وحتى شي فرق ما كاين بيناتنا. ماشي مشكله انا كمغربي في دكاله يحكمني جزائري، الشرط يكون آمن بما في القرآن وبمحمد رسول الله كخاتم للأنبياء، ما عنديش مشكلة. وما عنديش مشكلة يحكمني مصري، واحد خلق في مصر ولكن يؤمن بالقرآن وعنده القرآن والإسلام والدستور هو المنهج الحياة، ما فيها حتى شي مشكلة. فهمت؟ راه عمرو بن العاص كتخلق في مكة وكان والي في القاهرة في مصر، ها؟ وعمرو بن العاص رضي الله عنه، عمرو بن العاص يعني كما قلت هو اللي فتح مصر، هو اللي كان الوالي ديالها. معاوية بن ابي سفيان هو الوالي ديال الشام في دمشق. ما كاينش شي مشكله، ما عندناش مشكله. هذاك الشيء القوماجيه والعنصريه والقبليات هذاك الشيء خليو عندكم ايها العلمانيين. حنا والجزائر خاوه خاوه، ولا يهم من يحكمنا ان كان مسلما. فملي كان الحاكم هو يوسف بن تشافين والمنصور الذهبي، فراه كان كيحكم المسلمين ديال السنغال وتشاد ومالي وموريتانيا وطرف من منطقه الجزائر. الجزائر ما عمرها كانت دوله اصلا، وانما كانت بلد من بلاد المسلمين بحال منطقه تونس وليبيا ومصر زيد والشام وما الى ذلك، وتحت القياده ديال العثمانيين اللي كانوا مسلمين من طبيعه الحال. فما يبقاش شي واحد يضحك علينا يقول لنا بربر ما بربر، امازيغ ما امازيغ، تماسيغ ما تماسيغ، تيفيناغ ما طيفيناغ. ما كاين والو من هادشي، هذا الشيء بالشيء يذكر. فاحنا هاد الرايه اللي رسمها لنا هذاك بن غربيل اللي قلت لك من منطقه تلمسان، وجاي كمل الدراسات العليا ديالو في فاس من طبيعه الحال، وكان هو المترجم ديال السلطان، هو اللي شرف على الاتفاقيات والمؤامرات ديال الجزيره الخضراء وما وراءها وما قبلها. على اي هذيك الرايه عندنا فيها مساله نظر، فمن حقنا حنا باغي نرجعوا لديك الرايه اللي كانت قبل ما تدخل فرنسا. قبل ما تدخل فرنسا كانت عندنا واحد الرايه معينه، هذيك باغي نرجعوها ونرجعوا التاريخ ديالها والتراث ديالها، لان ما كان عندنا لا دستور ديال السوربون ولا شي تخربيقه كما كانش، يعني كنا مسلمين بالعربيه والتعرابس. فهذا الشيء بالشيء يذكر. ولكن واش هنا عندنا في امريكا ما كاينش العياشه؟ كاينين غير هما، ترى داروا الماطر، والماطر ديال الهارليم، سامعين بالهارليم؟ هاد الهارليم عندهم ماطر كيخرجوا كيتفخفخوا بحال الشكل هذا اللي كتشوف فيه، وهادو كيسميوهم هنا الريدنيك. الريدنيك هو احمر العنق. هادو عنصريين، كيقول لك امريكا للامريكيين فقط، اما الاجانب خصهم يخرجوا من هنا، يعني عصابه عنصريه. فهمتي؟ ولكن هما واش امريكيين؟ يودي الاصل ديالهم راه من جاو هربانين من الجوع من اسكتلندا ومن شمال بريطانيا، حتى البطاطا ما لقاوش ياكلوها، وهاجروا هذه 300 عام وجاو هنايا وتقاتلوا، سيلوا الدماء وسيطروا، ودابا كيقول لك امريكا للامريكيين. هو اصلا راه جاي من الانجلو ساكسون، جيعان ما لاقيش حتى البطاطا، ودابا كيقول لك ها البلاد ديالو. فلذلك اي واحد جا لهاد البلاد هذا السلوك ديالو مزيان، كيخدم كيخلص الضرائب ديالو، فحتى هو راه امريكي بحال انت اللي جيتي هذه 300 عام. خاصكم تكون عندكم هاد الثقافه هذه، ما عمركم تقولوا الغربه غريب براني، ما كاينش. هما جاو من اوروبا برانيين وهما كيديروا. انت جيتي من المغرب، من الجزائر، من تونس، ما نعرف، من القرينه الكحله، من افريقيا، انت هذه كتعتبر بلادك، وخصوصا لا حصلت على الجنسيه ديالك. فعندنا مغاربه سيدي كيركبوا تما على الماطر الهارليم. شو شنو الثقافه ديالهم؟ ما نعرف. التقليد الاعمى، يعني بنادم كيقلد تقليد اعمى، حتى هو ديال الموتور ويتفق عاد يدير دوك اللين. ولكن واش عارف الثقافه ديال الهارليم شنو هي؟ عارف الثقافه ديال الريدنيك؟ عارفه ولا لا؟ هذوك راه شافوك غيشبعوك تمرميق، انت اللي كتقلد فيهم انت. يعني حنا اصبحنا بحال القروده. شتي القروده باش بارعين في التقليد الاعمى. صافي حنا نديروا الرايه ديال المغرب وفر ما فر، ولكن الفلسفه الهارليم شنو هي؟ ما عارفاش مسكين. على اي هذا الشيء بالشيء يذكر. يعني العياشه راه عطا الله وكيديروا ولاباس عليهم. العياشه هنا نقول لكم الصراحه لاباس عليهم، مهليه فيهم السفاره، ملي كيبغيو يقضيو الاوراق ديالهم دغيا كيقضيوها ليهم، ما كاينش سيرو اجي وداك الشيء باك صاحبي خدام انا من داك الشيء. فهمتي؟ ما علينا سيدي الله يعاونهم ولا يزيدهم، ما كنحسدهمش. هادشي كامل جبدناه الخوت على عياشي وافتخر. فاحنا
كنعتزوا بالمغرب ديالنا وما كنكرهوش البلاد ديالنا، ولكن كنكرهوا ولا الحرام اللي سيطروا على الثروه وكينهبوها وكيخرجوها لبرا. بل ان هذيك الاموال اللي كيجيبوها الزماكريه، تصور الزماكريه العمال بالخارج، عمالنا المنايم ولا الميامين كيجيبوا واحد 12 مليار دولار، 12 مليار اورو من اوروبا وامريكا وكندا وداك الشيء وزيد ياك، يعني اكثر من المداخل الفوسفات بشي شويه. هذيك الملايير المليار اللي كندخلوها حنا الزماكريه للمغرب كيشدوها العصابه الاجراميه المتحكمه في المغرب وعاود كيخرجوها لبرا وكيحطوها في البنوك ديالهم. تخيلوا المغاربه شحال مغفلين. فلهذا من الاحسن ما ندخلوش هاد الاموال ديالنا، نشريو عقار، نشريو دار، يعني في المغرب ماشي مشكله، ولكن الاموال ديالك بلا ما تدخلها، كتدخلها كتشد العصابه الاجراميه وعاود كتخرجها لبرا، يعني باش يحطوها في البنوك ديالهم. وفي الاخر يقول لك ديما الخصاص ديما خصنا العمله الصعبه، انت كتدخلها وهما كيخرجوها لبرا. وهذا الشيء اللي كاين في المغرب الخوت. الا كاين هذا الشيء كذوب قولوا لي راه الكذوب وكنزيد فيه. على اي عاش المغرب ولا عاش من خانه. حنا كنا في المغرب البلاد ديالنا دايره لنا الطايله، حنا نعلقوا الرايه ورا الماطور ورا الطوموبيلات ديالنا ونخليوها تفرفر، ولكن مع الاسف ما كتلقى لا مستشفى لا اداره لا سبيطار لا بالتعليم لا حتى شي حاجه. فكيفاش بغيتي تعتز بديك الرايه اللي خلاها لنا اليوطي وابناء اليوطي؟ ونتمنى الصوره والفكره تكون واضحه، وما تنساش لايك وسبسكرايب، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.